الصحة النفسية من الأمور التي نتجاهلها في الغالب حتى يفوت الأوان. نحن نعيش في عالم أصبح فيه التوتر والقلق والاكتئاب أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، كأننا في سباق مستمر، دائمًا متصلين، دائمًا في حركة، ودائمًا نحاول أن نكون أكثر ونفعل أكثر ونحقق أكثر، لكن بأي ثمن؟ مرحبًا، معكم زوغا. انضموا إلي بينما أبدأ رحلة استكشاف كيف يمكن للصحة النفسية أن تغير حياتي وحياتكم حقًا. يعتقد الكثير من الناس أن الصحة النفسية تعني فقط أن نكون سعداء أو حزينين، لكنها في الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. إنها تتعلق بطريقة تفكيرنا وشعورنا وتصرفاتنا، وكما يحتاج الجسد إلى عناية للحفاظ على صحته، فإن العقل أيضًا يحتاج إلى رعاية واهتمام. المشكلة أن هناك وصمة عار كبيرة ما زالت تحيط بالصحة النفسية. الناس يخافون من التحدث عنها أو طلب المساعدة، خوفًا من أن يحكم عليهم أو ينظر إليهم كمجانين. هذه الوصمة ليست فقط مؤذية، بل مدمرة، فهي تمنع الناس من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها، وتجعلهم يشعرون بأنهم وحدهم في معاناتهم. لكن الحقيقة هي أن الصحة النفسية تمسنا جميعًا، بغض النظر عن خلفياتنا أو أعمارنا أو وضعنا الاجتماعي. كلنا نملك صحة نفسية تمامًا كما نملك صحة جسدية. فماذا يحدث عندما نتجاهل صحتنا النفسية؟ قد يؤدي ذلك إلى مشاكل عديدة مثل القلق، الاكتئاب، اضطرابات في العلاقات، وحتى أمراض جسدية. ذلك لأن صحتنا النفسية والجسدية مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا. عندما نكون متوترين أو قلقين، يفرز جسمنا مواد كيميائية تؤثر على صحتنا الجسدية، كما أن حالتنا النفسية تؤثر على علاقاتنا، عملنا، وإحساسنا العام بالحياة. فعندما نمر بمشاكل نفسية، يصعب علينا أن نكون حاضرين لأنفسنا وللآخرين. نصبح أكثر عصبية وأكثر انعزالاً وأقل قدرة على اتخاذ قرارات صحيحة. لكن على الجانب الآخر، عندما نولي اهتماماً لصحتنا النفسية، نصبح أكثر قوة ومرونة وتركيزاً وتعاطفاً. لقد رأيت هذا يحدث في حياتي وفي حياة من حولي. عندما نعتني بصحتنا النفسية، نشعر بأننا أكثر توازناً وطمأنينة. نصبح قادرين على مواجهة التحديات بسهولة أكبر، والاستمتاع بأبسط لحظات الحياة، وكأننا نعيش الحياة بكل تفاصيلها دون أن تقيدنا عقولنا. فما الذي يمكننا فعله للاهتمام بصحتنا النفسية؟ يمكننا أن نبدأ بالكلام عنها، بمشاركة صراعاتنا وانتصاراتنا مع الآخرين، أن نطلب المساعدة عندما نحتاجها، سواء من خلال العلاج النفسي، الأدوية، أو حتى مع شخص يستمع إلينا بإخلاص. ويمكننا كذلك الاعتناء بصحتنا الجسدية، لأنها جزء لا يتجزأ من صحتنا النفسية. في الختام، الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة. إنها أساس لحياة سعيدة وصحية ومليئة بالمعنى، فلنجعلها أولوية لنتحدث عنها ولنعتني بأنفسنا
وإذا وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو، يسعدني أن أسمع رأيك في التعليقات. ما رأيك في موضوع الصحة النفسية؟ هل مررت بتجربة معها؟ شاركنا قصتك ولنواصل الحوار معا. إذا كنت تبحث عن المزيد من النصائح حول التوازن النفسي، لا تفوت الفيديو القادم. شكرا لمشاهدتك. إذا أعجبك الفيديو، لا تنسى تسجيل الإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنت غير مشترك.